الحلوين بقى اللي عاملين ريجيم يبعدوا لي النهارده بقى عن الوصفه بتاعتنا. عاملين وصفه النهارده دسمه مش ليكوا خالص. في فيديو النهارده هنعمل طاجن الكوارع، وهنعمل كمان معاه شويه فته خطيره خطيره. اول حاجه بقى هنبدا نسلق الكوارع بتاعتنا. جبت هنا طبعا ميه مغليه هنزل فيها ببصل وورق لورا وحبهان وكبابة صيني، وهعصر عليها ليمونة بتخلي الشوربة خطيرة وبتخلي الكوارع بيضة جدا. هنزل بشوية من الفلفل الاسود، يفضل طبعا ان هو يكون فلفل اسود حصى، بس بصراحة انا ما كانش عندي. جبت بقى الكوارع وغسلتها كويس جدا 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 ونضفتها بالدقيق والملح والليمون، وبعد كده شطفتها وعصرت عليها ليمون وسبتها تصفى تماما تماما. وبعد كده حطيتها بقى سلقتها، هسيبها بقى تتسلق. وكل ما تحتاج ميه هزود لها ميه مغليه. اوعي تزودي لها ميه بارده خالص عشان ما تشدش معاكي. هنا كده بدات تغلي بقى، هدي بقى عليها النار واسيبها بقى تستوي تماما تماما. تعالوا بقى نجهز معانا الفته بتاعتنا. جبت هنا بقى العيش البلدي وقطعه مكعبات كده زي ما انتوا شايفين. هاخده بقى كده على صينيه وابدا احط عليه معلقه من السمنه البلدي. فته يا جماعه يعني سمنه بلدي ما فيهاش كلام. هبدا اشوح كده العيش كده مع السمن، وهدي بقى عليه النار واسيبه لعندي كده ما يقرمش كده زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. تعالوا بقى نعمل الصلصه بتاعه الفته. جبت هنا معلقه من السمنه البلدي وهحط عليها شويه من الزيت. هبدا انزل هنا بمعلقه كبيره من الثوم. اول ما تبدا تاخد لون كده هنزل بنص معلقه صغيره من الكزبره. اول بقى ما الكزبره تبدا تاخد لون كده هبدا انزل بربع كوبايه من الخل، وهنزل هنا بكيسين من الصلصه كانوا عندي. لو ما عندكيش طبعا بتضربي طماطم في الخلاط وبتحطيها عادي. نزلت بقى بشويه من الملح وشويه من الفلفل الاسود وشويه من البابريكا وربع معلقه من السكر، بتظبط الطعم جدا. هنا كده الصلصه بتاعتنا كانت اتسبكت. الصلصه دي على فكره انا هستخدمها للفته وهستخدمها كمان لطاجن الكوارع. تعالى اقول لكم على تركه بعملها قوي في العيش بتاع الفته. حطيت هنا قطعة من السمن كده ونزلت بنص معلقة صغيرة من الثوم. اول ما تبدأ تاخد لون كده هنزل بربع معلقة صغيرة من الكزبرة. انا بحب اعمل الحركة دي جوه العيش قوي. وبعد كده هنزل بحوالي 3 معالق كبار من الخل. وبعد كده بقى شمولي بقى ريحة العيش وطعمه بتبقى خطيرة خطيرة. هركنه بقى على جنب كده. هنا كانت الكوارع بقى بتاعتنا استوت معايا. هبدأ طبعا اظبط الملح في الوقت ده. هبدأ اخد بقى الكوارع هخليها تماما تماما من العظم. انا النهاردة هخلي الكوارع يا جماعة مش هحطها خالص بعظمها. انا عملتها معاكم قبل كده بس كانت بالعظم. النهاردة بقى هخليها خالص. تقدري تسيبيها شوية لو هي سخنة، بس بصراحة انا كنت مستعجلة ما كانش عندي وقت خالص ان انا اسيبها. هقطعها كده زي ما انتوا شايفين كده. وتعالوا بقى نشوف الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه. هاخد بقى شوية كده من صلصة الطماطم اللي احنا عملناها مع بعض، وابدأ انزل عليها بحوالي كوبايتين كده من الشوربة بتاعة الكوارع. وهبدأ انزل بقى بالكوارع بتاعتي. على فكرة انا ما حطيتش كمية الكوارع كلها، اقول لكم الكمية التانية هعمل فيها ايه. وبدأت انزل هنا بشوية من الفلفل الاسود وشوية من الكزبرة، وحطيت معلقة من هريسة الشطة اختياري. هاخدهم بقى كده على الطاجن وادخلهم بقى الفرن كده يتكتكوا كده مع بعض كده، وبعد كده احطهم على الشوايه من فوق. هيخرج بقى معانا طاجن الكوارع وهيبقى معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وشمولي بقى احلى ريحه بقى، وكلوا احلى طاجن كوارع ممكن تدوقوه في حياتكم. لو وصلتوا بقى معايا لعند هنا يا ريت تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين. تعالوا بقى نجهز الفته مع بعض. جبت بقى الصينيه اللي هعمل فيها الفته، نزلت عليها بالعيش وحطيت حوالي نص كوباية كده من الشوربة بتاعت الكوارع. اول ما العيش كده اتشرب الشوربة نزلت عليه بمعلقة من الرز ومعلقة من الصلصة. هبدأ بقى احط بقى الرز الابيض. انا عملته طبعا ما حبيتش ان انا اطول عليكم الفيديو. وبعد كده هحط بقى الصلصة بتاعتنا كده من فوق.
مش قادرة اقول لكم، لازم تجربوا طريقة الفتة بتاعتي دي، خطيرة خطيرة خطيرة. تعالوا بقى اقول لكم الميكس الخطير ده. طبعا تاخدي الكوارع كده مع الفتة وكلي بقى احلى كوارع وفتة ممكن تدوقيها في حياتك. كنت عامله كمان معاه ممبار، طبعا اللي متابعني عارف ان انا عملت الممبار معاكم كتير، هسيب لكم طريقته بقى عشان اللي حابب يعرف طريقتي في الممبار. الجزء طبعا المتبقي من الكوارع انا سيبته كده في الشوربه يا جماعه، كده بيبقى خطير. اتمنى ان انتوا تجربوا وصفه النهارده وان شاء الله تعجبكم. ويا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا له شير عشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين، واستنوني في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.